السلام عليكم متابعينا الكرام مشاهدي قناة فوت بلاي سبورت في كل مكان. وكما عودناكم أحبابنا في الله دائما مع الفيديوهات الحصرية حول الملاعب الجزائرية الجديدة، واليوم العينة مع ملعب براقي الدولي. فكما تشاهدون أحبابنا في الله ملعب براقي أصبح جاهزا وبقوة لاحتضان أول مباراة له التي ستجمع المنتخب المحلي إن شاء الله بقيادة مجيد بوغرة بداية من يوم 17 ديسمبر 2022، وستكون أول مباراة سيحتضنها ملعب براقي الدولي قبل بداية شان الجزائر 2023. شاهدوا متابعينا الكرام كيف أصبحت أرضية ملعب براقي اليوم. على ما يبدو أن الأرضية تكتسي أبا حلة وجاهزة لاحتضان مختلف مباريات المنتخب الوطني الجزائري، كما أن المدرجات قد أعطت جمالا ورونقا خاصا للملعب. ملعب براقي يشبه كثيرا ملعب عش الطائر في بكين من حيث تصميم الكراسي وأرضية الميدان العالمية والفخمة. ملعب براقي حاليا يعتبر من أجمل الملاعب التي شيدتها الجزائر بامتياز، وإن شاء الله سيكون فعل خير على المنتخب الجزائري الأول الذي سيحتضن مبارياته بداية من شهر مارس بإذن الله، وسيكون معقلا للمنتخب الوطني الأول بقيادة جمال بالماضي. ما رأيكم متابعينا الكرام بالحلة الأخيرة والعالمية التي اكتساها ملعب براقي الدولي؟ شاركونا أحبابنا في الله بآرائكم عن طريق التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. قناة فوت بلاي سبور، موطن الأخبار الحصرية. سلام.